فين بنات النجار يا عم؟ في المدينة، بس هنا مكتوب مقام أولاد النجار. فين حد؟ اللي هناك، المقامات اللي هناك. ستنا فاطمة أم سيدنا يحيى الشبيه بنت سيدي موسى الكاظم بن سيدي جعفر الصادق بن سيدي محمد الباقر بن سيدي علي زين العابدين بن سيدنا الحسين. مولانا سيدي يحيى الشبيه رضي الله عنه سمي يحيى الشبيه، سمي الشبيه لكونه شبها بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهدوا إهمال الآثار بأنفسكم. مقامات الشبيه تبع وزارة الآثار تكاد تكون المقامات متصدعة والأرضية تهبط بالناس. هناك هبوط أرضي في أكثر من مقام. سامع مش وقت تشيك في الفيسبوك. هو انت صورتني؟ طلعت في الفيديو انت بتشيك مش فضايح. مقامات تجاوزت 1200 سنة، والحالة ده بيصرفوا على آثار الفراعنة وآثار اليهود وآثار النصارى ومقامات أهل بيت نبيهم والصحابة يتعمل فيها كده. هذه مصر ودولة مصر وعصر مصر. المقصود بقى التعتيم على الناس. أنا خايف يكون في وهابية أو إخوان تسربت أيديهم للمكان ده. ما دي مقامات. أيوة، الأخ والصاحب. الأخ والصاحب، مقام سيد الأخ والصاحب رضي الله عنه اللي راح لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. صح، الله ينور عليك كده. في حد معاه؟ لا. بصراحة أنا لا أعرف هل ده هبوط أرضي ولا نبش للمقام ذاته أم نبش، مش عارف. برضو هنا فيما يوضح أنه نبش أو هبوط. كذلك عند مقام سيد محمد المظلوم رضي الله عنه ألواح الضريح الحجرية أو الرخامية طوب الحجاري تساقطت. لا أعرف إذا كانت تساقطت عن فعل فاعل أم هبوط أرضي، لكن حال المقامات مؤسف. أقدم أضرحة مصر الإسلامية تجاوزت 1200 عام. حتى الكتابات الجميلة لا زالت موجودة. كتابات على مقام سيدي يحيى الشبيه رضي الله عنه. المقام الذي أمامه حتى كسوة مقام سيدي يحيى الشبيه تم رميها بهذا الشكل. مقام أيضا ستنا فاطمة رضي الله عنها. دي آية الكرسي بنت سيدي موسى الكاظم. أيوة، دي آية الكرسي. الورود أو أكاليل الورود هنا أو بوكيه الورد دليل على أن الزيارة كانت من وقت قريب، كان من وقت قريب الناس كانت بتزور. طب هنا مقام مين؟ ده الأخ والصاحب. طب هنا كان في مقام؟ ده عنوان المقام ده؟ ده عنوان المقام. تتشال يا ياسر، واضح انها تتشال. ايوه، لا ده مطموس على فكرة عمد. مطموس عمد. في طمس عمد المقام هنا للاسماء بتاعت الاوليه. يبقى اللي جوه كان نبش. اللي جوه كان نبش، لان في حد قبل كده كلمني قال لي مقام سيدي محمد المظلوم اتنبش. ايوه اللي هو جوه، مش هبوط ارضي. ده في المظلوم اللي هو في واحد اسمه محمد المظلوم جوه. ايوه هو ده. يعني اللي معلش مين اللي متعمد يطمس اسماء الاولياء كده واسماء اهل البيت الموجوده هنا؟ الا اذا كان كاره اصلا للموضوع ده،
يبقى اكيد وهابي او خوانجي او حد اصلا كان بيدور على اثر، بس لو حد بيدور على اثر مش هيتنس الاسماء. يعني بص يا عم الشيخ، هنا مثلا، هنا مستحيل يكون مقام عادي طالما في محراب كده، يبقى ده مش واحد من الاموات عادي، ده واحد ولي. وليه الهبوط الارضي ما حصلش غير في مقامات الاولياء بس؟ ليه ما حصلش هنا؟ ليه ما بيحصلش هنا؟ اشمعنى هنا؟ ايوه، ليه الهبوط الارضي ما بيحصلش غير في مقامات الاولياء؟ ده نبش يا عم الشيخ مش هبوط ارضي، نبش. بس هنا عمره ما هيقول لك نبش لان في مسؤوليه عليه، ده هبوط ارضي، ده يعني ده نبش متعمد كمان. مكتوب اهو مقام مظلوم. يعني حتى مظلوم ظاهر. يا جماعه خلي بالكم عشان الارض هنا تحت فاضيه كده. بص يعني بعدين في حاجه مني حاجه وليد، ايوه كل مقام قدامه رجله، حاسس كده؟ ايوه، ان مقامات اوليه ايوه، هتلاقي النبش شغال. ما انا بشوش مثلا مين؟ سيدي محمد زارع النووي رضي الله عنه. بص على فكره سيدي في محمد مكتوب زارع عليه بص من قدام وليد. ايوه، بس بيقراها. شيل له سيدي محمد زارع النووي. مش باينه. هنشوف خالص. مش واضحه الكلام يا خالص. ابن القاسم من ورا يا ولد، ده محراب القبه تجويف بتاعها. حرام ليه؟ محراب التجويف بتاع المحراب. تعالى بره. سيدي محمد زارع. مكتوب هنا ليه؟ كده دور كده. وده في هذا المكان شهاده وان سيدنا محمد رسول الله. دور عليك ولا المفروض ما فيش. وين عايزك تصور ايه؟ بص الشموخات اللي في صورت ده مقام يا ولد. مدفن المرحوم اسماعيل باشا عاصم، جدد في 1364 هجريه، في اكثر من 80 سنه يعني. ما شاء الله. طب هنا شفت ده شفناها دي مخدومه دي. انا مش باين له من ايوه. طب الكيب الرمي الشبيه ده مقامه فين؟ هو تلاقي تحت هنا. مطرح موجود كده بص مطرح. ايوه لا ده التراب. بص سيب اوعى بقى الظل ده كده، ده واضح انها كانت مكسوره اهي واتشالت. الباب ده بيودي على فين؟ مقفول. في جريمه حصلت هنا. في طول ما بيت اللفته دي في هنا بعيد بقى. ايوه واحده تبع. ايوه. ست نفوس محمد شافعي توفي. بص على وليد الرخام. على فكره اثار، على فكره ان بص ده انا واحد قال لي طلع اثار، قال لي طالما تلاقي الحتت دي كده. لا ده رخام غريب. ده رخام روماني، ده رخام روماني بيستخدموه. اثار. كان الصحابه رضي الله عنهم وكان المماليك والسلاطين اللي ما قبل المماليك وكلام زي كده كانوا بيستخدموه في بنايات مساجدهم ومقاماتهم وكده. ما جبش دي يا ياسر؟ ما عرفش ده مين ده؟ لا حاولت ان نعمل بس على هنسأل فكره طمس طارق عمل البصري. بالترتيب يا وليد كده بالترتيب. طمس. اخو طمس هنا برضو، واخد بالك الاسمنت؟ صح. طمس. جانب الحيطه اصلا مقطوعه تحتها من كتر المايه. بقول لك بص المايه فوق، بص ايوه بص قبر جمالها مخرومه ومتشرخ. الاثار ده الطلفي عشان ما حدش يعرف انه كلهم. مش الاثار اللي عملت كده، لا في حاجه. حد دخل هنا طمس، طمس متعمد معقول؟ دي مقامات اولاد النبي تعمل فيها كده؟ مش الخمر جوه ده اللي لفت عليه جوه خالص. طمس الاسم. يعني هنا في طمس الاسم وطمس الاسم هنا وطمس للاسم هنا.
طلع في الفيديو ليه؟ بتضحك ليه؟ انا صور صورة المنطقة. لا وشوف الأرضية، يعني دي أرضية مكان، دي أرضية أثر، للأسف مهمل. دي أرضية مكان. أيوة يا ياسر، في حاجة؟ كتابك معناش بص شوف خطة عاملة ازاي. شو الخيط رايحة في داهية. أنا صورت على فكرة. بص 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 بص. مش يكتبوا مين حتى مش معروف مين.